السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا، النهاردة هنعمل لكم المحشي بتاعنا، بس النهاردة هنعمله بفكرة جهنمية. هنعمله بالكبد والقوانص. ايه؟ محشي بالكبد والقوانص؟ ايوه. اتفرجوا بقى عليه وجربوه وشوفوا طعمه هيبقى ازاي. عندنا جبنة القوانص وجبنة الكبد، وقمنا مشوحينهم عشان خاطر نقضي على الزفارة، وتبلناهم التتبيلة العادية بتاعتنا خالص خالص خالص. وخلاص احنا شوحناهم، نزلنا منهم المية وركناهم على جنب. نيجي بقى لتتبيلة المحشي. جبنا حوالي بصلتين كبار متقطعين مكعبات صغيرة، حطينا مادة دهنية وسبناها تسخن ونزلنا عليها بالبصل. البصل يدوب يدبل، نكون عاملين الطماطم بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. سلقناها بتوم ومية، وبعد كده حطيناها في مية ساقعة وشلنا منها القشر وضربناها في الخلاط، ونقوم صبينها على البصلاية. خلاص كده خلصت. بصوا ما شاء الله، لونها السلق مع التوم بيديها لون جميل جدا. بعد كده نحط التوابل العادية بتاعتنا من كل حاجة انت عايزاها. ملح، طبعا بتزودي كمية الملح عشان انتي هتحطي رز، فالرز كمية كبيرة لازم يبقى معادل ليها في الطعم. الملح، بتحطي ملح، بتحطي فلفل، بتحطي كمون، بتحطي كزبرة، بتحطي بابريكا، بتحطي حبهان، زنجبيل، توم باودر، بصل باودر، ماجي معاكي. ولازم تكسريها بسنة من السكر. عندك جرام مسالة، توابل الجرام مسالة اللي انا كنت عاملاها قبل كده في فيديو، برضو جميلة جدا. لو حطيتيها بتنقل معاكي طعم المحشي لحتة تاني. خلاص تبلتي كل ده، انتي مولعة على البصلاية والطماطم على نار متوسطة، عمالين يغلوا وانتي عمالة تتبلي. خلاص كده يا دوب مجرد ما يغلوا، لان الطماطم شبه متسبكة، تقومي حاطة الرز عليها، وده كله على نار متوسطة. تحط الرز عليها وتقلبي الرز شوية، يكون الرز مغسول ومنقوع حوالي 5 دقايق، مش اكتر من كده. طب النقع بيعمل ايه؟ بيشيل نسبة من مادة الزرنيخ اللي موجودة في الرز، وفي نفس الوقت بيساعد ان الرزاية تستوي على طول، ما تبقاش ناشفة في المحشي وتاخد معاكي وقت كبير جدا. خلاص احنا قلبنا الرز كده. كمية الرز طبعا انا مش قادرة احدد كميات عشان خاطر المحشي ده على حسب انت الكمية اللي انت جايباها، ولكن انا بقولك الخطوات وانت ليكي حرية الاختيار في الكمية اللي انت بتحطيها. قطعنا الكزبرة والشبت ومعانا نعناع، قطعناه وحطيناه. النعناع برضو خطير خطير في المحشي. وحطيناها، قلبنا احنا الاتنين كل الحل، قلبنا بقى النعناع مع الخضار مع الرز مع الطماطم. واوعوا تنسوا التركة دي، حوالي راس توم مفروم تنزلوا بيه على المحشي في الاخر في الاخر، وفي نفس الوقت ادوله تتبيلة تاني وقلبوه. خلاص كده خلص المحشي. هنرص بقى الحلة بتاعتنا. طبعا انا هنا ما كانش عندي تخلصتها بصراحة في الصلصة الطماطم، فقمت لا هغلب، لا مش هغلب، جبت العصب بتاع المحشي بتاع الكرنبايه وقمت سلقاه وقطعته حتت صغيره عشان ما ياخدش علو عندي. لازم ترصي الاول ارضيه وبعدين تحطي القوانص اللي انت مشوحاها. طب انت عملتي كده ليه؟ عشان لو اتحرقت قعر الحله من تحت ولا اي حاجه، ما يبقاش الفاقد في القوانص نفسها. رصيت القوانص. طب ايه اللي خلاني رصيت القوانص هنا ما حطيتش معاها الكبد؟ لان القوانص بتاخد سوا اكتر، لكن الكبده لا، يا دوب تشويحه. فانت حطيتي القوانص في القعر بتاعها وحشيتي ورصيت المحشي كله على نص الحله كده. تكوني هنا تقومي رصه الايه الكبد، وتقومي مكمله بعد كده بباقي المحشي من فوق. خلاص كده خلصنا التسقية بقى بتاعت المحشي. تكوني محمرة بصلاية وتحط عليها الصلصة الطماطم. الصلصة دي ما تبقاش تقيلة، لا تزودي عليها نسبة من المية، مش هقولك شوربة، مية، عشان الكبد والقوانص هتطلع البهاريز بتاعتها وهتعملك شوربة. وتبلي اللي هتسقي بيها المحشي، تبليها عادي التتبيله بتاعتنا، كل البهارات الموجوده عندك سيبيها تتقلب معاها، تاخد غلوه، تاخديها بعد كده وتقومي نازله تسقي بيها
المحشي. طيب ايه ليه الخطوة دي؟ ليه ما كانتش مية بماجي عادية؟ عشان خاطر المحشية نفسها يطلع لونها متشبع باللون الاحمر، وتبقى كأنها شاربة صلصة، غرقانة بالصلصة. التكة دي بتغير طعم المحشي بشكل بجد رهيبة. وبجد بجد بجد كمان الكبد والقوانص فيها لما عملتها ما كنتش متخيلة الطعم الحلو ده. طلعت القوانصايه معايا زي الزبده. طبعا انت بتعملي حركه اللخلخه دي في الحله عشان تخلي الشوربه ايه تدخل جواها. حطيتيها غلت، وطيتي عليها على نار متوسطه لغايه ما استوت، غرفتيها. بصي انت عماله تغرفي فيها، تنقلي فيها، عماله تقع معاكي الكبد والقوانص. طبعا انا هقلبها وهطلع الايه القوانص وارصها على الوش. طيب الصوص بتاع اللي طلع من الكبده والقوانص، بصوا الدهنه بتاعتها بالصوص بتاعها، ما بسيبوش برشه بعد كده على المحشي. وكنت عامله بتنجان وفلفل ورشته عليه. يا لهوي ايه الجمال ده، ايه الطعم الجميل ده، بجد 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 حكايه حكايه. يا ريت تجربوها لانها فعلا لو ما جربتوهاش هتندموا ندم ملوش حل. يعني ايه، جميلة جميلة جميلة، استمتعنا بيها واحنا بناكلها. فكرة جديدة وخطيرة ومغامرة حلوة. وبصوا يعني العيال مش صابرين، عمالين ايه ياخدوا ياكلوا ايه منها، حاطين الطبلية ومستنيين لغاية ما اخلص التصوير، مش صابرين عليها خالص. وانا ايه عمالة اصور، عمالين ياخدوا منها في التصوير. بصي انا بوريك المحشية عاملة ازاي، دايبة دايبة. والقوانص نفسها لما تيجي تمسكيها وتقطعيها خلاص، ما هي كانت في قعر الحلة نفسها، خدت الشوربة وخدت البهاريز وخدت التسوية بتاعتها، استوت اكتر من اللازم كمان. يعني بصراحة كانت جميلة جميلة يعني. جربيها ان شاء الله وهتعجبكم، واستنى تعليقاتكم في الفيديو الجاي وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. ولو في افكار جديدة في اي حاجة جديدة احنا منتظرينكم وعايزينكم تدعمونا في القناة. ويا ريت ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب. وتقولوا لنا رأيكم وتقولوا لنا مقترحاتكم الجديدة ايه. وبعد كده يعني ايه ان شاء الله في فيديو جديد بافكار جديدة ومقترحات جديدة. وان شاء الله تنول اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.